ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيهم عنا خير ما جزى والدين عن ولد. اللهم اغفر لأمواتهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. اللهم اغفر لهم ولآبائهم وأمهاتهم إلى المنتهى. اللهم اجزيهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولد وضاعف أجرهم في ذلك. اللهم أعلي مراتب. أسألك من كان منهم حيا أن تحسن خاتمته وأن تبارك قوله وعمله. اللهم اجعلنا من البارين. اللهم اجعلنا من البارين وأعطنا أفضل ما أعطيت بارا في بره وافتح علينا بذلك أبواب الرحمات وبلغنا معهم أعالي الفردوس في الجنات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الواصلين واجعلنا من البارين واجعلنا من أهل الرضا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحل بيننا وبين رضاك في والدينا بشيء. بلغنا أعالي الدرجات واغفر لنا في الحياة وفي الممات وأوجد لنا واسع الرحمات يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اسعدهم سعادة السعداء. اللهم نعمهم نعيم الشهداء. اللهم أنزلهم منازل الأتقياء واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولد. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولد. اللهم اغفر لهم ما قصروا في حقنا. اللهم اغفر لهم ما قصروا في حقنا وبدل سيئاتهم حسنات وأوجد لهم رفعة الدرجات ونعيم الجنات يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على برهم أحياء وأمواتا. اللهم أعنا على برهم ورضاهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم أتم المغفرة وأشملها وأعمها وأخصها وارحمهم أتم الرحمة وأشملها وأعمها وأخصها يا أرحم الراحمين. اللهم أحلناهم إليك أن تجزيهم بأحسن الجزاء وأن تنزلهم منازل السعداء وأن تجعلهم في جوار النبيين والصديقين والأتقياء يا فاطر الأرض والسماء يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأحيائهم ويسر أمورهم واشرح صدورهم وأحسن خواتمهم وأصلح أقوالهم وأعمالهم وأرضهم عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قصرنا في حق والدينا أحياء وأمواتا. اللهم ارفع عنا آثار ذلك من السوء في ديننا ودنيانا يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وبرا ورحمة منك وغفرانا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقلبنا إليك غير مفتونين. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك غير مبدلين ولا نادمين ولا مخزيين يا أرحم الراحمين. ثبتنا على طاعتك واشرح صدورنا لمرضاتك وبلغنا أعالي الفردوس في جناتك. اللهم إنا نطمع في كرمك ورحمتك وبرك. اللهم اشرح صدورنا ونمر قلوبنا وثبت قلوبنا وسدد أقوالنا وصوب آراءنا واجعلنا على ما يرضيك عنا واغفر لنا ما كان منا من الزلل في القول والعمل يا أرحم الراحمين. وحقق لنا في طاعتك ومحبتك وبرك ومرضاتك الأمل يا أرحم الراحمين. وارزقنا الخوف منك والخشية والوجل. لا إله إلا أنت يا من عليه يتكل يا من عليه يتكل. اللهم توكلنا عليك وأنبنا إليك. أعذنا من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين ومن إرجاف المرجفين
ومن كيد الحاسدين. اللهم اقطع دابرهم أجمعين، شتت شملهم وفرق جمعهم واشغلهم في أنفسهم عنا بعزتك وجلالك وقدرتك. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء ومن جهد البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء. اللهم إنا نسألك عيشة السعداء وميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا فاطر الأرض والسماء. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا ومشائخنا وذرياتنا ومن أحبنا فيك ومن أوصانا واستوصانا وحضر مجالسنا وغاب عنا. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين وثبتنا على محبتك ومرضاتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عليه.